حنا اليوم في الدورة العادية ديال الثالثة ديال هذه السنة، اللي الحمد لله دازت في ظروف جد ممتازة. كان حضور مكثف، وكان المدراء الجهويين اللي خدامين معنا في المجال ديالنا كلهم الحمد لله حاضرين. كانوا نقاش مهم جدا، نقاط جدول الأعمال، يعني التوصيات، اللجان، الميزانية، العروض ديالهم حتى هي كانت جد قيمه. العرض ديال الاشكاليه اللي كانت في طاطا، داك الشيء ديال الفيضانات، الاثار ديالها، كان العرض ديال المخطط الجهوي ديال سيرتو ديال انطلاقات الموسم. كانوا بزاف ديال الامور، وكانوا اسئله ديال الساده الاعضاء اللي صراحه كلها مهمه جدا، كلها كتصب في الموضوع. واهمها هو الاشكال ديال الماء اللي كتعيشوا الجهه نظرا لهذا الجفاف وهذا عدم انتظام التساقطات المطريه اللي ولا الجفاف اللي كتعرفوا البلاد. الحمد لله عندنا مكتسبات، عندنا محطه ديال التحليه، عندنا واحد الكوتاكوت كثير، يعني تغطيه ديال السقي بالتنقيط في المنطقه. عندنا بزاف عندنا فلاحات مهمه جدا، عندنا فلاحين ملتزمين ومنخرطين مع استراتيجيه ديال الفلاحه، واللي عطى الانطلاقه ديال سيدنا صاحب جلاله الله ينصرو. عندنا بزاف ديال الامور ايجابيه. بالحق كاين اكراهات، واهمها هو هذا الاكراه ديال الماء، اللي الاغلبيه ولا كل شيء متفق على انه يجب ايجاد حلول سريعه والتسريع بانشاء هذه المحطه ديال التحليه في المنطقه. كذلك كاين مشاكل اخرى اللي ذكروا عليها الفلاحه، اللي هي فك العزله، اللي هي هذاك الشيء ديال البرامج ديال السقي ديال الجبال، اللي هي العلف الدعم ديالو، اللي هي التسريع هذاك الشيء ديال التغطيه الصحيه اللي فيه اشكال حتى هو، خاصه الصغار الفلاحين والعمال. كاين بزاف ديال الامور اللي ذكروا عليها الاخوان اليوم، واللي الحمد لله حنايا غادي نرفعوها في الوزاره والهذه، باش ان شاء الله نلقاو لها حلول في اقرب وقت. وكانت تغطيه صحفيه منكم، الحمد لله كنشكركم بعد اللي كتوصلوا الصوت ديال الفلاح، لان مهم ان الصوت ديالو يوصل للمواطنين والعموم الساكنه، باش يعرفوا اشنو كيدار في المنطقه، واشنو المجهودات اللي كدير الدوله واللي على راسها صاحب جلاله الله ينصرو.